النار. وقف سيدي أحمد البدوي بباب أم عبيدة على باب بلدة سيدنا الإمام الرفاعي. لما سيدنا الرفاعي خذ القبضة من سيدنا رسول الله ودمعت عين شيخ العرب، فقال له: يا أحمد، أخذت القبضة من الأرض، إني صاعد إلى عاليات العلا، أخذ القبضة من علاني. فصعد سيدي أحمد البدوي وقبل اليد وعاد والتقى بسيدي أحمد الرفاعي. فبيقول له: يا أحمد، أنت خدت القبضة من هنا، أنا خدت القبضة من فوق. قال له: الإيد اللي أنت بوستيها كانت هي دي، وكان ريق سيدي أحمد البدوي على يد سيدي أحمد الرفاعي. فجاء الأمر إلى سيدي أحمد البدوي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا أحمد إلى أحمد واقتضي الأمر، يعني خذ منه الميثاق، خذ منه العهد واقتضي الأمر. فذهب سيدي أحمد البدوي إلى باب أم عبيدة، وقف 4 أيام و5 ليالي، مضن القدم والقلب، يعني رجله وقلبه وجعوه من الوقف. فبيقول لسيدنا الرفاعي بقى لما تعب خالص، بيقول له: ايه؟ أغث يا رفاعي وارحم بضناحا، أغث يا أبا العالمين وارحم بضناحاني، فقلب رضيت بذلي بعدما قيدت في مفطارك العالي. فقطع الميثاق وأخذ الإذن إلى الهبوط إلى مصر. بس سيدنا الإمام الرفاعي حذره بوابتين، في بوابتين هتعدي عليهم، اوعك تنسى واحدة منهم عشان ما تتوهش. الأولى كانت سيدة عواد أبو سليمان الطهلموشي سلطان أليوب، والتانية كان سيدي محمد أبو زعبوط الطوخ سلطان طوخ. عدى الأولى وخد الإذن، جه عند التانية بقى أبو زعبوط كان لسه طفل صغير، والشيخ العرب هيعدي بالركب بتاعه من غير ما يستأذن. طالع أبو زعبوط ساحب بعود قش، شد خط على الطريق، اتحول ركب الشيخ العرب، بدل ما يمر على طنطلي خش على طنط الجزيرة عند سيدي علي الجندي والسادة البكريين. سيدي علي الجندي ذكره، قال له: ارجع تاني وخذ الإذن. فراح لسيدي محمد أبو زعبوط، قال لهم: كان في طفل صغير هنا هاتوه. جابوا الطفل الصغير بقى يمسح بإيده يعدي ركب مين؟ شيخ العرب. جه وهو داخل على طنطا سمع الندى من سيدي أحمد الرفاعي وقال له: لي ولدا وسلطان ضربه، اذهب إليه واقتدي أمره. خش على سيدي علي الوصال، مدد يا عم يا منيجي، وده من أبناء سيدنا الإمام الرفاعي، وراح انتضى من سيدي علي الوصال المنيجي وخد الأمر منه وعدى على طنطا. فده السطوحي.
فده السطور. هو فحل الرجال عظيم الحال وسيد على رأسه، والله العظيم سيد على رأسه وراس أبويا وأمي. مدد يا شيخ العرب. بس أنزلوا الناس منازلهم. سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وارضاه درويش زي السيد الشربطلي كده راح له قال له بنقول لك ايه يا عم؟ قال له نعم يا سيد. قال له انا عندي صداع يا عم والصداع هيقتلني. فسيدي عبد القادر الجيلاني قرا له الفاتحه ومس على راسه كده فالصداع اللي فيه راح. عيني فالصداع اللي فيه راح. فلما الصداع منه راح سيدي عبد القادر الجيلاني قال له بقول لك ايه يا سيد؟ انا ليا عندك طلب يا ابني مش ممكن تنفذه؟ قال له امر يا عم. قال له خد العمه ده اهي وهتروح بيها الركن الخراب في ارض البطاح في ام عبيده تديها الراجل هناك اسمه احمد الرفاعي. خد العمه ومشى راح يديها للشيخ احمد الرفاعي. فسيدنا الامام الرفاعي استقبل العمامه حق حق حق. قال له بقول لك ايه يا اخويا والنبي مش ليا طلب عنك. قال له امر يا شيخ. قال له خد الطلب بتاع دوت نوره للشيخ الجيلاني. اداله النعل بتاعه. كان نعل سيدنا الامام الرفاعي جباب خشب والجلد مقطعه وحالته بالبلد. فخد النعل وطول ما هو ماشي يشتم في سيدي احمد الرفاعي. الراجل قليل الادب اللي ما ترباش اللي فلما وصل عند سيدي عبد القادر الجيلاني لقى سيدي عبد القادر الجيلاني بيجري بيستقبل نعل سيدي احمد الرفاعي. فبيقول له يا ولد والله لو علمت سر الرسالتين لقدست الشيخ الرفاعي وما استحقرت الا شيخك. يعني كنت هتستقل بيا اني وتعظم الراجل الرفاعي اللي انت بتشتمه طول السكه دي. قال له ليه يا عم؟ قال له الرساله بتاعتي يا ابني كنت بنقول له فيها يا احمد انا اكبر منك وانا تاج على راسك وعلى راس اضخم ولي. فرد علي المؤدب الكامل المحترم وقال لي وانا النعل الذي في قدمك يا عم. مين يا ابني ارقى من مين؟ كلهم حبيبه والحب قاتلهم. ولدي 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 وابني وضنايا ولدي ولدي الشيب ميل حنايا ولدي